تنظم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل لقاء تواصلي لشرح مضامين التأمين الصحي التكميلي الدولي، هنا دائما بمركب وزارة العدل بمدينة مراكش. فاس تيفي حاضرة في هذا الحدث. يشرفنا اليوم أن نلتقي في هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعيتنا، وذلك لتقديم توضيحات وتقديم جميع البيانات حول مثل هذه اللقاءات. نحن في حاجة إليها لمنخرطي منظمة الأعمال الاجتماعية وزارة العدل من حاجات من طرف منظمتنا أي جمعية الأعمال الاجتماعية. والآن نحن في هذا اللقاء التواصلي سيتقدم السيد المدير والسادة التأمين الصحي التكميلي الشامل، فليتفضل السيد المدير. أنه يكون فاتحة خير على الجميع. حضورنا اليوم بتشريف السيد الرئيس الأول لمحكمة السيناف والسيد وكيل العام لمحكمة السيناف والسادة المسؤولين القضائيين وأطر ومسؤولين إداريين بوزارة العدل، يعني كمنخرطين في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة المنظمة، حيث أنه يتطرق لموضوع حيوي، موضوع يهم الجميع كمنخرطين ممارسين ومتقاعدين، واللي معنا وعنده واحد التاريخ في وزارة العدل كيعرف بأن جمعية الأعمال الاجتماعية حدود سنة 2009 كانت عندها إيجاد أحسن ثمن، ولكن الخراط كان خراط اختياري وبالأداء، يعني كان أن المنخرط اللي يختار أنه يدير تأمين خاصو يؤدي واحد التكلفة للجمعية ذاك الساعة، دارت واحد الاستشارة وقامت بالمفاوضات لغير جلب الثمن، يعني كانت وسيط في المفاوضات. يعني الموظفون والقضاة والمتقاعدون هي مساهمات ينظمها القانون في ميزانية المؤسسة ككل، وليست أداء لخدمة. يعني هذا يعني مبدأ لتصحيح بعض المغالطات التي تروج أننا نشارك الآخر. حنا كمؤسسة لا أحد يؤدي خدمة أو يشترك ليستفيد من خدمة، ما عدا هذاك الثمن التفضيلي اللي كيأديه الإخوان في الحجز ديال المركبات ولا في بعض الخدمات اللي هي أنشطة ترفيهية. ما تبقى من الخدمات التي تؤديها المؤسسة هي خدمات بالمجان. بالنسبة للمجال الصحي كما قلت لكم بأن هذه الخدمة هذه بدات بالتأمين التكميلي على المرض، ومقارنة بما كان في النسيج الوطني او في المؤسسات الشبيهه، يعني عدد المؤسسات اللي كان ذاك الساعه 1 و5، لانه التامين التكميلي اللي عند المؤسسات الاخرى حنا ما كناقصوش من المؤسسات، غير كل واحد على حسب الفئه المستهدفه، على حسب الميزانيه ديالو، على حسب الظروف اللي كيشتغل فيها. كان معكم امين الكرام، مدير مكتب جهه مراكش اسفي، فاس تيفي، مكتب مراكش، مركب وزاره العدل. إلى اللقاء.